نباها الناس تعرف وتحشم ولا تسب ولا تشتم ولا تغلط، لأن قطر أهلنا وعمر الظفر ما طلع من لحم. أنا من بداية الموضوع قلت لكم تراها تيتي مثل ما رحتي جيتي، ترى قبل سنتين استوت وردت العلاقات مثل السمن على العسل ولا شيء صار. على العموم اليوم آخر يوم للمهلة حق قطر، لكن أنا أقول لكم ترى قطر ردت وقالت معصي ما لكم شيء عدل. على العموم احتشر أنا السناب عندي بسبة الموضوع وما له داعي، لا ابشركم لا داعي عشان الناس اللي ما تحس على دمها يعني بس. ونقطة مهمة بعد لازم ما ننسى وقفة أهل قطر معانا في حرب اليمن، ويوم طرشوا جنودهم اليمن، يوم شافوا ان قطر ما افتكرت في المطالب ولا بعد عطتها لفتة نظر ولا سوت لها سالفة. اللي حاب اقول لكم اياه، في ناس تقود وناس تنقاد، وهذه قطر اثبتت لنا انها ما تنقاد، تقود شعبها لكن ما حد يقودها. تداول ناشطون على منصات التواصل فيديو لشاب إماراتي يدعى غانم عيد الله مطر. قالت منظمة العفو الدولية إنها تستقصي مصيره بعد فقدان أثره منذ نشره مقتطفا صوتيا على تطبيق سناب شات. كان مطر قد ندد في هذا المقتطف بموقف دول الحصار وأعرب عن دعمه لموقف دولة قطر.